انتوا عارفين المكتبة دي رتبناها قبل كده مع بعض ونضفناها، والمكتب ده عملت عليه حاجات كتير قوي. دلوقتي جه وقت اننا نلم كل حاجة ونحطها في البوكس ده علشان هتروح بيت تاني. عايزة اقول لكم عملت ايه وانا بلم كل حاجة وكمان شكلهم في البيت التاني. اول حاجة جبت البوكس ده، كان عندي اللي هو بتاع هدايا، حطيت فيه كل الخيوط وقلت ان ده هيبقى برضو مكانه هناك بنفس الشكل، يعني لما اوديه مش هفضيه، هيكون هو بوكس فيه كل الخيوط. ولو فاكرين النجفة دي كنت عملتها معاكم من الورق، واللمبة كانت ببطارية ففكيت كل حاجة. ولقيت المقلمة دي قديمة قوي وانا في المدرسة وانا صغيرة كنت عملتها، نزلتلكوا طريقتها برضه. بعد كده لقيت حاجات كتير قوي عندي فاضية او بايظة ومش عارفة انا ليه سايباها، يعني زي الجسو ده، دي مادة كده من ساعة ما جبتها وهي بايظة، انا تقريبا سايباها علشان زعلانة عليها. المهم جمعت كل حاجة فاضية او باظت ورميتهم كلهم. الحاجات اللي جاية دي انا مش عارفة ارميها ولا لا، يعني زي دي الوان على الوش انا مش عارفة هي 100% انتهت طبعا، بس قلت ممكن الون بيها اي حاجة. اما البوكس ده بقى فكانت فترة كده انا وصاحبتي قررنا نعمل براند شموع، بس طبعا ما كملناش. نبدأ بقى نجمع في اكبر بوكس لقيته بصراحة ان انا اقدر اجمع فيه، وشوية ضعيف بس قلت اظبطه وانا بقفل. يعني انا دلوقتي بجمع ماتيريال وحاجات للتصوير بس، وانا بلم كل حاجة ومجاتي طبعا ومكتبي وكل حاجة، وانا بلم الحاجات دي احساسي ما كانش اسهل حاجة بصراحة. لو انتوا مشفتوش الفيديو اللي فات فانا بلم مش عشان انقل مع اهلي بيت تاني، لا انا بتجوز يا جماعة، بس انا مش عارفة اقولها لكم ازاي. المهم انا لقيت حاجة هي ما كانتش في مكتبي بس ماما لقيتها، وهي القصص دي وانا صغيرة كنت بقراها وبلونها. بصوا التلوين، مش عارفة كان في حد بيجيبهم غيري ولا لا، بس انا تقريبا كنت بجمعهم، يعني كنت بحافظ عليهم وما ينفعش يحصل لهم اي حاجة. المهم جمعت كل حاجة في البوكس ده، وطبعا اكتر من بوكس تاني بس ما كنتش بصور، وبدأت ألزقهم كويس قوي، وعلشان البوكس ضعيف بصراحة زودت له لزق كتير. وبعد كده كل حاجة اتنقلت، وأقدر أقول إن ده الاستوديو الجديد بتاعي، أنا بسميه استوديو علشان هناك كانت أوضتي، دلوقتي هو أوضة لوحده. أكتر حاجة بحب أعملها إني أصور، وكان لازم يكون ليها مكان في بيتي الجديد. متحمسة جدا لكل فيديو جاي علشان أنا في حاجات كتير قوي عايزة أحكيلكوا عليها، مش كل حاجة خلصت في المكتب، لسه في شوية ترتيبات بس دي براحتنا ونعملها بعدين. والدباديب بتاعتي ملقتش ليها مكان غير إنهم قاعدين كده، فتمام. قولولي إيه رأيكم في الاستوديو الجديد، وبس كده.